عاجل وزلزال كروي يضرب العالم، صدمة مدوية وانهيار المدافعين بعد هدف مغربي إعجازي يتخطى الخيال. صفعة للفيفا وانسحاب المنافسين، فضيحة كروية. كيف تجاهل كشاف أوروبا هذا الساحر المغربي الذي حسم جائزة بوشكاش؟ صدمة تهز السوشيال ميديا، رابونة خرافية من خارج منطقة الجزاء، هدف تاريخي يتفوق على مقصية كريستيانو رونالدو. يا هلا ويا مرحبا بكل عشاق المتعة الكروية في كل مكان. في البداية وكعادتنا دايما وقبل ما ندخل في أي تفاصيل، عايزكم كلكم تنزلوا دلوقتي وتصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعليقات، دي أهم حاجة. وبعدها يا بطل اخبط لايك متين للفيديو ده، واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم الساحرة المستديرة. جاهزين للصدمة؟ جاهزين تشوفوا حاجة عقلكم البشري مش هيستوعبها بسهولة؟ النهاردة أنا جايب لكم لقطة مش هتشوفوها غير مرة واحدة كل 100 سنة. لقطة قلبت موازين كرة القدم وخلت الصحف العالمية كلها تقف على رجل واحدة. إحنا قدام حدث كروي خيالي، لقطة فيها كمية مهارة وجرأة وجنون كروي يخليك تسأل نفسك إزاي ده حصل؟ كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا كويس قوي، لأن اللي هتشوفه وتسمعه النهاردة هيغير مفهومك عن الأهداف التاريخية للأبد. صدمة البداية، بوشكاش مغربية بامتياز. تعالوا بينا يا جماعة الخير نسمع ونستمتع مع بعض بردود الأفعال العربية التاريخية. ومش بس كده، ده احنا هنشوف كمان جنون الصحف والمواقع العالمية بالهدف الخرافي، الهدف العالمي والأسطوري اللي سجله ابن المغرب، الساحل الذي أبهر الجميع في شباك نادي الوداد المغربي العريق. احنا بنتكلم عن رابونة خيالية اتسجلت بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم. ومن مكاني هذا وبكل ثقة بقول لكم إن جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم اتحسمت خلاص. الهدف ده سيظل علامة فارقة وتاريخية في مسيرة كرة القدم المغربية والعالمية، مقارنة مع أساطير اللعبة. عشان تعرفوا حجم العظمة، الهدف ده لا يقل أبداً، بل يتفوق على أهداف أسطورية محفورة في ذاكرتنا. لا يقل عن صاروخية روبرتو كارلوس مع البرازيل، ولا يقل عن مقصية كريستيانو رونالدو الخلفية المزدوجة التاريخية في شباك يوفنتوس، ولا يقل عن جنون إبراهيموفيتش مع منتخب السويد، ولا حتى هدف خاميس رودريجيز المونديالي مع كولومبيا. حط كل الأهداف التاريخية دي في كفة، وحط هدف الساحر المغربي في كفة تانية. أنا بأكد لكم إن بوشكاش انحجزت باسمه من دلوقتي. يا إخوان، شوفوا الهدف، شوفوا الرابونة. إدريس الجبلي لاعب المغرب الفاسي بيسجل رابونة في المرمى. أنا عايز أفهم إزاي أخذ القرار ده. أنت صاحي يا ابني؟ دي حالة نادرة في كرة القدم. يا ساتر يا رب، ما شاء الله تبارك الله. جنون المحللين، مدافع يسجل رابونة من خارج ال18. متخيلين الصدمة؟ إزاي هدف يدخل في الوداد بالقوة دي ومن رابونة ومن بره منطقة ال18؟ والأدهى والأمر إنه طالع من مدافع. يعني لو كان مهاجم المغرب الفاسي أو حتى صانع ألعاب كنا هنقول ماشي، لكن قلب دفاع هو اللي يعمل الإعجاز ده. إدريس الجبلي حسم بوشكاش بشكل رسمي. والجميل إن الهدف مش مجرد استعراض، ده هدف مؤثر جدا، هدف فوز غالي لفريقه على عملاق زي الوداد وفي الدقيقة 90. يعني كل عناصر الدراما والروعة اجتمعت في اللقطة دي. جائزة بوشكاش تم حسمها مرتاح، هدف خرافي. شوف المسافة قد إيه، وشوف دقة التوجيه اللي مش طبيعية. ده هدف بوشكاش 2026 وإحنا حاطين رجل على رجل. يا جدعان، إحنا فايتنا عظمة في الدوري المغربي والله. كوكب المغرب الفضائي، مهارات من عالم آخر. الجمهور العربي في حالة ذهول. إيه اللي بيعملوه المغاربة دول بينافسوا بعض على الجوائز العالمية. لسه ما فقناش من صدمة هدف أسامة طنان الخرافي في كأس العرب اللي جابه من نص الملعب، يقوم طالع لنا إدريس الجبلي برابونة من بره المنطقة. إيه الدماغ دي؟ ده اللاعب العادي لما بيشوط R2 من المكان ده بنسقف له ونهلل، أمال لما يحطها رابونة نعمل إيه؟ لعيبة المغرب دول بيلعبوا في كوكب كورة لوحدهم ما شاء الله. أنا في تحدي مع أي حد يجيب لي هدف أجمل من ده. ربونا من خارج الجزاء، ما شفتهاش في حياتي. يا مسؤولين عن الفيفا وجايزة بوشكاش، يعطيكم العافية، دوركم خلص. الهدف تم اختياره رسميا، وأي اختيار تاني هنزعل من بعض. هدف عالمي، برافو. أين كشفوا أوروبا من هذه المواهب المهدورة؟ الصحافة العربية والجزائرية والتونسية في حالة انفجار. الجميع يصرخ هذا هدف من العالم الآخر. ما تصدقش عقلك، ده ريكاردو كواريزما ما يقدرش يسجلها كده. الكرة دي بالذات فتحت عيوننا على حقيقة مؤلمة. أين كشاف الأندية الأوروبية الكبرى؟
إزاي لاعب باللمسة السحرية دي وبالرؤية الخرافية دي يلعب في إفريقيا بينما لاعبين زي فيران توريس بيلعبوا في برشلونة وإسبانيا؟ والله البطولات العربية دي محقورة ومظلومة إعلامياً. عندنا مواهب مرعبة محتاجة بس شوية اهتمام وتسليط ضوء. التحليل الفني للتسديدة المستحيلة. الكرة دي مش صدفة أبداً. مستحيل أي لاعب يعمل التحكم ده والكنترول ده ويحطها جوه الشبكة بالمليمتر بدون ما يكون متدرب عليها آلاف المرات. زمايله نفسهم في الملعب ما كانوش فاهمين هو عمل إيه. هدف من خارج الصندوق والكرة ثابتة على الأرض مش بتتحرك، وإنك تاخد القرار وتحطها بالقوة والدقة دي قدام فريق مرعب زي الوداد المغربي، دي عقلية لاعب فذ. حتى جمهور الوداد نفسه ورغم الخسارة كان مبهور ومبسوط باللوحة الفنية دي، لأن ده فخر باسم المغرب كلها، ترند عالمي ومنافسة شرسة على بوشكاش. النهاردة الهدف ده مكسر الدنيا وبقى ترند على كل منصات التواصل الاجتماعي وفي كل الصحف العالمية. مفيش كلام يقدر يوصف الجمال ده. وأنا بأكد لكم حتى بعد كاس العالم مفيش مهاجم في العالم كبار المهاجمين يقدروا يسجلوا هدف بالمرونة والقوة دي زي ما عمل مدافع المغرب الفاسي. والنهاردة احنا قدام منافسة شرسة على جائزة بوشكاش 2026، الهدف الإعجازي من منتصف الملعب في كأس العرب بواسطة النجم المغربي، هدف الرابون الخيالي لإدريس الجبلي نجم المغرب الفاسي، وينضم ليهم كمان هدف رائع للاعب الزمالك المصري محمد شحاتة. لكن بصراحة ومن غير زعل، هجمة وهدف المغرب الفاسي الرابونة مستحيل يتكرر. في النهاية يا أبطال، خلونا نكون صريحين مع بعض لحظة كده. اللي احنا شفناه ما كانش مجرد هدف في مباراة كرة قدم عادية، وما كانش مجرد لقطة حلوة تعدي وخلاص، لا، احنا كنا قدام لوحة فنية كروية كاملة الأركان، قدام لحظة إبداع حقيقية بتتكتب في تاريخ اللعبة. اللمسة، الجرأة، الثقة، والطريقة اللي تنفذ بيها الهدف، كل تفصيلة فيه كانت بتقول إن ده إبداع مغربي عربي أصيل. لمسة سحرية خلت الجماهير في الملعب تقف على رجليها، وخلت الملايين قدام الشاشات يرجعوا اللقطة عشرات المرات وهم مش مصدقين اللي شافوه. الهدف ده ما كانش بس فرحة لجمهور فريق أو بلد، الهدف ده كان رسالة قوية للعالم كله إن الكرة العربية مليانة مواهب استثنائية، مواهب قادرة تنافس وتبدع وتخطف الأضواء في أكبر الملاعب وأقوى البطولات في أوروبا والعالم. والأجمل من الهدف نفسه كانت ردود الأفعال العربية. كلنا شفنا كيف الإعلام والجماهير من مختلف الدول العربية احتفلوا باللقطة دي كأنها هدف لمنتخبهم هم، لأن في النهاية لما لاعب عربي يبدع بالشكل ده إحنا كلنا بنحس بالفخر. الهدف ده أثبت حاجة مهمة جدا، إن الإبداع الكروي مالوش حدود، وإن المواهب العربية لما تاخد فرصتها الحقيقية تقدر تعمل حاجات تخلي العالم كله يقف ويسقف احتراما. الكرة العربية كانت دايما ولادة، وكان فيها نجوم كبار مروا عبر التاريخ، لكن كل فترة بيجي هدف أو لقطة زي دي تذكر العالم إن منطقتنا مليانة مواهب ممكن تكتب تاريخ جديد في اللعبة. والآن يجي السؤال الأهم، والسؤال اللي فعلا محتاج رأيكم يا أبطال. هل تتفقوا معايا إن الهدف ده يستحق يكون الفائز الرسمي بجائزة فيفا بوسكاس أوورد لسنة 2026؟ ولا شايفين إن المنافسة لسه مفتوحة؟ لأن بصراحة المنافسة السنة دي نار، وعندنا قدامنا لقطتين تاريخيتين: الصاروخية المجنونة من نص الملعب اللي خلت الحارس واقف يتفرج والكرة بتدخل الشباك، ولا رابونا إدريس الجبلي الأسطورية اللي ناس كتير بتقول إنها واحدة من أجمل اللقطات اللي اتعملت في الملاعب في السنوات الأخيرة. السؤال الحقيقي بقى، لو كان القرار في إيدك أنت، مين يستحق الجائزة أكتر؟ الصاروخية من نص الملعب ولا رابونا إدريس الجبلي؟ اكتب رأيك في التعليقات وقول لنا ليه اخترت الهدف ده بالذات. خلينا نشوف نقاش كروي محترم ومشتعل تحت الفيديو. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل شوية حاجات مهمة جدا: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واضرب فرار اللايك العنيف عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فورا وفعل